ناس كتير قوي عماله تفتي على موضوع الاهلي، بيتكلم على مباريات كاس مصر والضغط الدوري اللي هو فيه دلوقتي. طب ما هو الزمالك اتكلم في نفس الكلام وقال لك لا احنا برضو معترضين على مطوشه كاس مصر. طب ما سيراميكا قالت احنا برضو معترضين على مطوشه كاس مصر. طب ما طلائع الجيش قالت احنا معترضين على مباريات كاس مصر. بيراميدز قالت لك احنا معترضين على المباريات بتاع كاس مصر بسبب ضغط الدوري اللي هم فيه. طب انت ليه طالع تتكلم في الاهلي بس؟ يعني اللي طالع يتكلم ده او اللي طالع بيفتي ده طالع بيفتي في الاهلي بس، يقول لك الاهلي هو اللي معترض وهو اللي مش موافق وهو. طب ده الاهلي عمل تليفون الصبح فلقى الدنيا اتغيرت فالاتحاد عمل اجتماع بسرعه عشان خاطر النادي الاهلي. طب وباقي التانيين دول فين؟ دول دلاديل مثلا ماشيين ورا الاهلي؟ يعني الزمالك، بيراميدز، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، كل ده عادي؟ كل ده عادي بالنسبه لكم؟ موضوع سهل وعادي وهيلعبوا؟ لما كل دول معترضين وكل دول قدموا ان هم عندهم مشاكل ومش هيقدروا يلعبوا كاس مصر في الوقت اللي هم محددينه. الاتحاد يا جدعان، الاتحاد ده اقسم بالله افشل اتحاد جه على وجه الارض، مش على وجه الكره المصريه، على وجه الارض. يعني في اتحاد يدي لحكام في نهائي رابطه الانديه يديهم 2 مليون مصري ويبقى الجايزه للي هيكسب 1.5 مليون، يديهم 40,000 دولار ويدي للي هيكسب البطوله الفرقه اللي هتاخدها 1.5 مليون ويدي للحكام 2 مليون جنيه. ده بأني عقل وبأني منطق وبأني اتحاد كوره؟ اقسم بالله افشل اتحاد كوره جه في تاريخ مصر يا جدعان. واللي بيقول حاجه يا ريت يبقى عاقل ويعرف هو بيقول ايه. السلام عليكم.